زعلانه مني؟ امان عليكي قولي لي. سامحيني يا ماما، انا مش عارفه اقعد كده وانتي زعلانه مني. انت ليه متغير؟ ترديش على التليفون ليه من امبارح؟ انا عملت ايه؟ مش هتاكل معايا؟ متاكده ان المشاهد دي عدت عليك قبل كده. اكيد في يوم من الايام حد مارس عليك الصمت العقاب. هو صمت، هو لا تعصيب ولا زعيق ولا خناق. شخص بيحاول يوصل لك كل الوقت ان انت مش فارق معاك ويتجاهلك تجاهل تام، مع انه انتوا كنتوا امبارح في احسن حال مع بعض. الصمت العقابي مؤذي جدا نفسيا. في ناس بتستقبله بتوتر وخوف وصمت، وناس تانية ما بتتحملش المعاملة دي وبتدخل في هستيريا عياط وصريخ. تعرف ليه؟ لأن الشخص اللي بيمارس عليك الصمت العقابي شخص قريب منك جدا وغالي عليك جدا وعارف مكانته. في أقل من الثانية بيلغيك من حياته وتفاصيل يومه، ويحرمك حتى من إنه يبصلك بعض، يحرمك من الأمان ويخلق جواك توتر وأحيانا رعب وألف سؤال. هو أنا عملت إيه لكل ده؟ بتفقد الثقة في نفسك وبتفقد الثقة في أهميتك عنده. يلغيك من حياته حتى لو عايشين مع بعض في بيت واحد. ممكن تكونوا زملاء عمل، أصحاب في المدرسة أو الجامعة أو زوجين. وأصعب صمت عقابي اللي بيحصل بين الأهل والأولاد. حاجة توجع القلب لما تحرم أقرب الناس ليك من مساحة الأمان اللي في علاقتك. الناس بتمارس الصمت العقابي بدرجات متفاوتة حسب قساوتهم ودرجة تجاوبك أنت معاهم، وكل ده عشان يوصلك رسالة: أنا زعلان، احذرني، هلغيك. الحياة قصيرة جدا، احكي اللي مضايقك وتناقش فيه وما تضيعش وقت كتير في الزعل.